تعالوا يا جماعة، هنعمل النهاردة حاجة كده دمار. هنعمل حاجة كده يا جماعة بجد خطيرة بطريقة مش طبيعية. ما بين فترة والتانية كده بحب اعمل حاجات كده ادلع بيها نفسي. تعالوا بقى هقول لكم النهاردة عملنا، ويعني هي مش وصفة لان هي حاجة سهلة قوي وبسيطة جدا، بس يا جماعة بجد كأننا بناكلها حرفيا من اغلى الكافيهات. والله بكلمكم بجد، المنظر اصلا بيتكلم عن نفسه. يعني قولوا لي كده، الكرواسون ده يختلف ايه عن اللي بناكله بره؟ او الحلو بتاعه يا جماعه بجد خطير وطعمه حلو جدا جدا. تعالوا بينا نشوف بقى عملنا الحاجات الحلوه دي ازاي. اول حاجه عندي كرواسون عادي خالص اللي هو بتاع الافران، هفتحه كده من نصه زي ما انتم شايفين، وبعد كده هبدا بقى احشي الحشوات اللي موجوده عندنا في البيت او اللي انتوا عايزينها. انا حطيت جبنه موتزاريلا، تقدروا طبعا تضيفوا شيدر رومي زي ما انتوا عايزين، ضفت تركي وممكن برضو تبدلوه باي حاجه عندكم في البيت. حطيت فرانكفورت او سجق او سوسيس اللي موجود برضو في البيت، حطيت بيض اومليت، وبعد كده حطيت جبنه تاني موتزاريلا، وحطيت قطعه الكرواسون اللي احنا شلناها. وعندي في طبق صغير كده فيه ربع فص ثوم على معلقه زبده وشويه اعشاب كده ايطاليه، وبدات ادهن كده وش الكرواسون زي ما انتم شايفين. مسحته كويس قوي، هدخله الشوايه بس يقرمش كده من بره، والجبنه تسيح زي ما انتم شايفين. بقى يا جماعه الريحه يا خرابي بجد رهيبه رهيبه رهيبه. مقرمش كده من بره، طعم الثوم مع الزبده كده من بره فظيع. الكرواسون كده شربه، والجبنه بقى مع البيض مش قادره اوصف لكم، يعني حاجه كده يا جماعه في منتهى الجمال. يعني ده ممكن احنا ناكله من بره ندفع فيه مبلغ قد كده، سامعين القرمشه؟ عملناه في البيت بتكاليف بسيطه جدا جدا بشويه بواقي حاجات يا جماعه، يعني بجد رهيب. حطيت عليه بقى شويه كده صوص شطه كده من فوق، واستمتعوا بيه بقى يا جماعه. الفطار خطير، عايزه اقول لكم ان هو من كتر ما هو مشبع جدا، ويعني مش هتقدروا تكملوا القطعه كلها لانها فعلا بتشبع. الحشو باظظ بقى من كل حته. تعالوا بقى نشوف القنبله دي بجد، يعني فين كده؟ بيقولوا لي احنا كده مش قاعدين في كافيه، احنا كده قاعدين في افخم كافيه اهو. شايفين الجمال؟ يعني ولا شغل كافيهات يا جماعه، والله العظيم ولا شغل كافيهات. تعالوا بقى نشوف عملنا ازاي الكلام ده، وبرده باسهل الطريقه. كرواسون برده بتاع الافران العادي خالص. هنبدا برده نفتح الحته اللي من على النص دي زي ما انتم شايفين كده ونرفعها. بعد كده هنبدا بقى نحشي برده الحشوات. انتوا ممكن كمان تغيروا في الحشوات اللي تحشوها زي ما انتوا عايزين. انا حطيت ايس كريم فانيليا وتوت، وبعد كده حطيت بديل نوتيلا مدوباه في حمام مائي. بعد كده حطيت بسكوت كده متكسر كده بالشوكولاته. طبعا انتوا بقى تقدروا تغيروا تحطوا مثلا صوص لوتس، بسكوت لوتس. تقدروا تغيروا في الحشوات زي ما انتوا عايزين. وبعد كده حطيت القطعه الاخيره بقى، وحطيت كمان شويه صوص شوكولات بقى، وشويه بقى بسكوت برده مكسر كده، وزيناها كده بشويه حركات كده كانت موجوده عندي. بجد يا جماعه رهيبه والله، دمار طعمها بجد. يعني الطبق ده كده احنا قاعدين في الكافيه. طعمها حلو قوي، مظبوطه خطيره. الكرواسون بقى شرب من كل الحاجات اللي فوق دي، مش قادره اوصف لكم بقى يا جماعه. الايس كريم كمان بيبدا يسيح كده مع الشوكليت، بيعمل كده طعم خطير. اتفرجوا بقى يا جماعه على الجمال والحلاوه. يعني انا انغرمت فيهم بصراحه. الكرواسون اللي احنا النهارده عملناه حقيقي رهيب رهيب رهيب. اعملوه بقى وكلوه على طول كده وهو ساقع بقى، مع صوص البديل بتاع النوتيلا، مع شويه بسكوت كده بقى من على الوش. وطبعا زي ما قلت لكم تقدروا انتوا تفننوا بقى في الحشوات زي ما انتوا عايزين. لازم يا جماعه تشتركوا في القناه وتعملوا لايك للوصفه. اشوفكم بخير في فيديو جديد، ولازم تقوموا تجربوا الجمال ده.